تنسحب من الإعلان، بس الشرط الجزائي بيكون مبلغ كبير جدا. عشان كده بتوافق إنها تصور الإعلان وتلتزم بالسيناريو كامل. وبالليل بتروح ديلارا عشان تسهر مع أصدقائها واللي بيكون معظمهم من الفنانين والمشاهير، وبيكون من ضمنهم حبيبها الممثل المشهور ماكس. بيضحكوا معاها أصدقائها بمناسبة تصوير الإعلان الجديد، لكنها بتتضايق من كلام صديقتها صوفيا لما بتستهزأ بالإعلان لأنها عارفة إنها بتغير منها. بتتضايق أكتر لما بيقدم لها أصدقائها تورتة بمناسبة عيد ميلادها وحاطين في نصها علبة الشامبو اللي هتصور إعلانه. تاني يوم بتروح ديلارا على الاستوديو علشان تصور الإعلان وبتتعرف على الولاد اللي هيعملوا الدور معاها. بعدها بتروح على أوضتها علشان تستعد وتعمل مكياجها، وبيدخل يتعرف عليها واحد اسمه جون، وده اللي هيأدي دور جوزها في الإعلان. بيكون ممثل جديد ومش مشهور. تخرج ديلارا للمكان اللي فيه الكاميرات علشان يبدأوا تصوير الإعلان، وبيعيد المخرج تصوير المشهد الأول أكتر من مرة لحد ما بيوصلوا للمشهد التاني اللي بتكون فيه بتستحمى بالشامبو تحت المية، وبرضه بيعيد المخرج تصوير المشهد أكتر من مرة